وخصوصا في مصر كمان في ناس بتحبك حب الجنون. اتأثروا بالقرار ده، ليه أخدت القرار ده؟ كان قرار صعب جدا فعلا، لكن انا بقالي 56 سنه في كره القدم. انا بدنيا انا كويس، وعقليا انا تمام، وفي كل اسبوع بروح الجيم 4 ايام في الاسبوع، بحافظ على نفسي وبعمل رياضه على طول، وبهتم بنفسي نوعا ما. لكن الموضوع ليه علاقة بالعائلة شوية. زوجتي عندها بعض المشاكل أنا بالنسبة لي العائلة أولا. كمدرب في الملعب مش هشتغل تاني، ممكن هيبقى معايا شغل آخر بره الملعب، يعني بره الملعب ممكن أشتغل، لكن في الملعب لا، لأن عندي خبرات كبيرة، وأعتقد ممكن أساعد واستخدم الخبرات دي لمساعدة مدربين نادي، مفيش مشكلة. في مصر زي ما انت قلت الناس، انا دي حاجه بشوفها على طول، الناس على طول بتحبني لما باجي. كل مره كاني مشيت من مصر امبارح، كل مره باجي كاني بيحسسوني ان انا بجد كاني جزء من عائلتهم مثلا. لو انت فاكر قلت لك كتير انت شخصيا وكل اللعيبه، قلت لك we have a contract with the club. We're going to try to do the best results for the club. I coming to win all. لان انا لما جيت كنت عايز اجي وافوز بكل البطولات، وفعلا كسبنا كل البطولات. ولازم نعمل نلعب كرة قدم جميلة، ونقدم عروض جيدة عشان الناس البسيطة والناس الفقراء. دايما كنا بنقول كده. في ناس بتصحى الصبح كده، وقلت الكلام ده كتير جدا لان هو حقيقي وواقع. بيصحوا الصبح الحياة بتبدأ، الحياة صعبة عليهم، والحياة بتبقى صعبة عليهم، فالمخرج الوحيد عندهم النادي الأهلي. ده اللي بيساعدهم، والنجوم والفريق، فاحنا لازم نشتغل عشان الناس دي. انا فاكر لعبنا كرة قدم جميلة جدا في اوقات كتيرة جدا، ولعبنا كرة قدم جميلة واخدنا كل البطولات. كرة القدم عرض وانت والباقي، انت اللي بتخلي الناس كلها، مش اهلي بس، كل الناس فخورة وسعيدة. وبالنسبة لي ان الزملكاوية واسماعيلوية وبقية الجماهير هم بيعاملوني كأني مدرب فريقهم، وبيحبوني وبيتعاملوني كويس جدا، لان احنا بنمثل مصر والكرة المصرية في البطولات القارية زي دوري الأبطال. بنمثل مصر البلد الدولة، واحنا بنخلي الناس دي كلها سعيدة وفخورة. أنا ما عنديش كلمات أقولها قد إيه يعني أنا فخور وسعيد جدا، لأن بالناس دي احنا بالناس دي بيعملوه معايا وبيعملوه ازاي، ما اقدرش اوصفهم، ما اقدرش اتكلم، ما اقدرش اقول 1000 مرة شكرا لكل الناس دي وطريقة معاملتهم معايا والطريقة اللي بيعملوه معايا. مستر مانويل، اكيد انت بتشاهدني وبتسالني، يعني هقول كلمه الحق اكيد معاك، لان مرينا بانجازات وبطولات كبيره جدا جدا ما حدش يقدر يتكلم عليها خالص. انت قبل كل مباراه كنت دايما تقول لنا اكسب عشان تفرح الجماهير. شعبيه وجماهيريه الاهلي دي مسؤوليه، فده كان كلام بيخلق دوافع عند اللعيبه كلها، وكنت بتلعب كمان اكتر من دور. المفروض اللي يبقى فيه، مش عايز من خلال الحوار في امور كتير هنتكلم فيها، لكن كنت بتلعب دور المدرب ودور اللي انت بتتكلم في مشاكل اللعيبه الشخصيه، ولما اللعيب يصدقك تبتدي تحفزه بقصه الجماهير والشعبيه الكبيره، انت بتفرح الناس دي لما بتكسب. فدي كانت امانه اللي انا اكد على كلام حضرتك. ده هي دي الفكرة، يعني دايما نكسب ولكن نلعب كرة جميلة. لو عندي اللاعبين رائعين وعندي افضل لعيبة لازم العب افضل كرة يعني.
وكم مرة أنا بلومك بعد مثلا ساعات ببقى جامد جدا أشرس معاكم وبلومكم في أول 10 دقايق وبين الشوطين، لأن أنا عارف ساعات بقول لأبو تريكة أنت ولا حاجة وبركات أنت ولا حاجة، وساعات في الشوط الثاني ألاقيهم تحولوا لحاجة رائعة، ففي آخر المباراة نحتفل ونغني وكل حاجة وتبقى الإجمالي كويس. يعني علاقتنا كانت رائعة معاكم كلكم يعني كلاعبين، عائلاتكم والجماهير وكل الناس كانوا فخورة جدا، فخورين جدا. في مصر ازاي ساعات الناس تقول انه مع كل النجوم دي مش هيعملوا حاجه، لكن لا، كل النجوم دي اصلا شخصيات رائعه. خلال 8 سنوات بالنسبه لي كل السنوات اللي قضيناها في الاهلي كانت رائعه، عشان 99% من اللاعبين كانوا اشخاص رائعين، ما كانوش نجوم جوه الملعب، بيلعبوا عشان الفريق والناس بتحب كده جدا. قبل ما اروح لمواضيع كتير، قبل ما حضرتك تاخد قرار الاعتزال، كنت عملت مشروع اكاديميه، عرفت من الكواليس اللي انت بصدد الاعتذار عن الموضوع ده، عايزين نعرف ايه السبب. It's not good for me to talk about this. أنا مش حابب إن أنا أتكلم على موضوع الأكاديمية، لأن في حاجات كتيرة حصلت وما كنتش هنا وما كنتش متابع، فمش عايز أعمل يعني أي يعني قصة عن الموضوع. لكن السبب اني اجي اني اجي الناس اللي اشتغلت معايا في الاكاديميه نعمل زي عشاء معاهم، وده اللي احنا عملناه الاسبوع اللي فات، وعشان كده جيت وقضينا وقت جيد عشان اقول ان انا اسف او اقول شكرا بالطريقه اللي الناس كلها طبعا اشتغلوا مع الاطفال ومع اللاعبين الصغيرين، واعمل الانترفيو دوت، وعشان اتكلم مع واتكلم مع الاهالي الاولاد دول كلهم، واقول لهم ان معلش انا كنت بحبهم جدا، كنت بحاول اعلمهم حاجه، كنت عايز اكاديميه للمواهب. كانت طريقتي ان اقول للناس بالذات للناس البسيطه مواهب، ال 80 و90% جايين من الناس البسيطه، مواهب اللي تكون من الناس دي، اني اقدر اساعد الناس دي، ان كانت دي طريقه اقول للناس المصريين كلهم شكرا، او ارد بيها جزء جميل على الطريقه اللي هم حبوني بيها، والطريقه اللي هم عملوني بيها، والطريقه اللي هم خلوني سعيد جدا بيها. بس الموضوع ما كانش بالشكل اللي انا كنت عايزه. الأكاديمية تمام، بس يعني انا بس كنت حزين يعني شويه، مش عايز يعني اتكلم عن القصه دي اكتر من كده. انا بقول انا اسف للمدربين وللدكاتره الاطباء ولكل الناس وللاهالي، وبعتذر للاطفال للاشبال، عشان ان انا رجعت للبرتغال وكنت حزين جدا، عشان انا كنت متحمس جدا للموضوع، كنت عايز اعلم الاطفال شيء مش بس كوره، لكن ان اساعدهم في النمو عامه، انه يبقوا اشخاص جيدين، وانه اجهزهم للمواهب دي، انه يبقوا بعد كده محترفين، لاعبين محترفين، وكان دي فكرتي من اول مره. اكيد هنحترم ده مستر مانويل. هنتقل بيك خلاص بعد قرار الاعتزال اللي انت خدته، هو صعب على محبينك اللي ليك جماهيريه كبيره سواء في البرتغال وغير البرتغال ومصر كمان، خصوصا الانجازات اللي انت حققتها. اكيد في البرتغال حققت انجازات كبيره قبل ما تمسك النادي الاهلي، واخدت احسن مدرب في البرتغال للناس اللي مش ما عندهاش معلومات وبتتكلم غلط للناس. مسكت فرق صغيره وعملت بيها نتائج قدام الفرق الكبيره في البرتغال. حققت بطولات حدث ولا حرج مع النادي الاهلي، اكتساح لبطولات افريقيا بشكل كبير.
المشوار الاهم التدريبي في حياتك هو ايه؟ Why I stop? No, what is the most important? When I start, I don't want to be coach. Okay? No. في البداية When I take my course, في البداية I was, بدأت بالكورس 30 years old. التدريبي كنت عندي 30 سنة. normally it's before, ده 27, 26. من زمان كان اخويا على طول بيقول لي خد كورس تدريب، خد الحاجات زي كده، فهم دفعوني للموضوع ده، فبدأت الموضوع فعلا بالشكل ده. My first time I was player and I was coach. أول مرة في الموضوع كنت لاعب وكابتن ومدرب. كان ناقص لي بس أكون رئيس النادي وأكون أخذت كل المناصب يعني. And there was a fantastic experience. وكانت تجربة رائعة إني أكون مدرب ولاعب، لأني بعمل أخطاء زي الآخرين، وبعدين كنت كابتن الفريق فبيحترموني وبيحترموني كمدرب برضه، فحاولت إن أكون برضه لسه أفضل من الآخرين عشان ما حدش يبقى عنده أي سبب إن هو مثلا يلوم عليا في أي حاجة. لا، كنت بحاول أكون متكامل يعني، وخطوة بخطوة بدأت المشوار التدريبي. وأعتقد إنه في بعض الأمور ما عملتهاش كان ممكن أعملها، وقصة المنتخبات تحديدا 3 مرات كان عندي فرص أن أدرب منتخبات وما قدرتش بسبب was a long time to explain this, but هي محتاج وقت طويل عشان نشرح حاجه زي كده، بس يعني ما قدرتش او ما خدتش الخطوه دي ان انا ادرب المنتخب. في البرتغال السنين اللي دربتها في البرتغال 8 سنوات كنت دايما ببقى من ضمن المرشحين ان الافضل مدرب في الدوري البرتغالي. One time was 4 years, consecutive years. ساعات بيبقى 4 سنوات ورا بعض يعني، بكون ضمن القائمة ديت يعني. كنت نفس الشخص هناك، بس لما جيت مصر كنت عايز اعمل تجربة خارجية يعني، فكرت ان انا اخرج بره البرتغال. كان عندي عرض في عرض ان انا ادرب ليستر سيتي في 1992، بس ما كنتش بتكلم انجليزي كويس وقتها، وفي انجلترا ما بيستخدموش مترجم. لو تقدر تتكلم انجليزي تعالى، ما تقدرش ما تجيش. السنه اللي بعدها في 93 كان عندي عرض اني ادرب في بوردو في فرنسا، وزيدان كان بيلعب في بوردو في الوقت ده، وكان ليزرازو. كان في 3 4 لاعبين بقوا نجوم بعد كده كبار جدا، ولعبوا في منتخب فرنسا ولعبوا في كأس العالم وفازوا بكأس العالم. وبدأت مع مدرس لغة فرنسية، أخذت 5 حصص، وبعد كده نادي بوافيستا قالوا لنا عايزين نمد عقدك 3 سنوات، وأنا قلت ممكن أفضل بقى أقعد في البرتغال شوية، بس مع إني كنت دايما بفكر إن أنا أخرج بره البرتغال، بس يكون عرض كويس وأفوز ببطولة بره البرتغال. لكن كملت مع بوفيستا، وبعد كده جالي فرصة تدريب النادي الأهلي. مصر أنا عارف إنه طبعا مصر تاريخ 6000 سنة من الحضارة والفراعنة والمتحف، وما كنتش أعرف حاجات كتير يعني عن كده. الوكيل وقتها قال لي إنه قال لي النادي الاهلي كان نادي القرن في افريقيا. انا قلت طب كويس يعني، دي هتبقى فرصه. وقالوا لي انه النادي الاهلي هو افضل نادي في الوطن العربي، وقلت واو يعني، خلينا نشوف بقى الموضوع دوت. وجيت وفي البرتغال بنقول دايما بنقول ما ترجعش لمكان كنت سعيد فيه، بس لا، انا بالعكس، انا بالنسبه لي رجعت 3 مرات وكنت سعيد في كل المرات بسببك وسبب اللاعبين وسبب الجماهير، وعشان كده عملت لهم كل اللي اقدر عليه. مستر مانويل، عايز اتكلمت كتير في اماكن، لكن احنا النهارده عايزين نبقى مختلفين.
الحقبه بالكامل بتاعه النادي الاهلي لينا فيها ذكريات وكواليس غير طبيعيه هنتكلم فيها، وكلام اكيد اول مره الناس هتسمعه. لكن البطولات ال20 بطوله والمده كلها مع النادي الاهلي بتمثل لك ايه؟ من جماهيريه لشعبيه لانجازات، واحنا بنتكلم في 110 سنه، والنادي الاهلي تاريخ كبير ونادي القرن في افريقيا. بيمثلوا لك ايه الحقبه دي كلها اللي انت كنت موجود فيها وحققت فيها انجازات؟ كان هم 21. احنا خسرنا واحد لقب نهائي دوري ابطال افريقيا بسبب الحكم الساحلي. فانا بعتبر ان تعادلنا هناك، وبعد كده هنا في الحكم يعني قتلنا في مباراه العوده. كان لنا ضربه جزاء لاحمد شديد، ولينا ضربه جزاء ثانيه، وطبعا عمدنا ريد كارت، وطرد عماد النحاس، وخسرنا 3-1. دي البطوله دي كانت مستحقه لينا احنا، فكان المفروض 21. لكن عامه 20 لقب عمرهم ما بيختفوا من ذاكرتي ابدا، ليا وللنادي وللجماهير. يعني مش انا بس الالقاب دي جايه لي، ده جايه للنادي وللجماهير. خلال ال8 سنوات دول عمرهم ما يروحوا من دماغي. اوقات رائعه جدا جدا. لا بقول ان اول مره جيت ما كانوش خدوا بطوله افريقيا من 14 سنه، ولا مره فازوا بالسوبر الافريقي. فاحنا اخذنا دوري ابطال افريقيا وخدنا كاس السوبر، وخسرنا الدوري لما تعادلنا مباراه المحله في المحله، والاسماعيلي اخذ البطوله، وكان عندهم فريق رائع في الوقت ده، احسن مننا على فكره. لكن طبعا ال20 لقب شيء لا يصدق يعني. اكيد شيء لا يصدق. مستر مانويل، هتكلم على حاجتين الناس ما اتكلمتش كتير فيهم. النقطه الاولى، لما بتحقق ال5 بطولات بتوع السنه، دوري، كاس، سوبر افريقي، سوبر محلي، افريقيا، كمان بتروح اليابان تاخد ثالث عالم. كمان مش هتكلم على اليابان كتير دلوقتي لان في ده لينا كلام اخر. لكن ازاي بتخلق الدوافع عند اللعيبه اللي هي السنه اللي بعدها تاخد نفس البطولات تاني؟ ده شيء غريب وصعب وانجاز واعجاز في كره القدم. الكلام ده كان في المره الثانيه. المره الاولى كانت صعبه لان الاجازه كانت قصيره جدا، والمعسكر رحنا البرتغال، وكان المفروض احنا بنبني فريق. دي المره الاولانيه. معدل الاعمار كان مرتفع برضو. كانت مصر بتلعب في بطولة الشباب تحت 20 سنة في الأرجنتين، واخدوا المركز الثالث منتخب مصر للشباب في كأس العالم. وكان عندنا جبنا لعيبة كتير من الفريق ده، واللاعبين دول ساعدوني جدا. بس في الدور الثاني، الدور الأول خسرنا الدوري بسبب الدور الأول. بدأنا يعني أول ماتش ليا افريقيا كاب مصر كان مع ريال مدريد. كان بتكلم على بطولة الدوري. خسرنا الدوري في الدور الأول، لأن احنا خسرنا في السويس وخسرنا من الزمالك 2-1. تعادلنا مع الإسماعيلي، وكان أحسن فريق في مصر في الوقت ده. كنا لسه ساعتها بنبني فريق، وحتى العادات والتقاليد كانت مختلفة تماما، وكنت المفروض أتأقلم مع اللعيبة واللعيبة تتأقلم معايا، وأمور كتير كان لازم أغيرها، وغيرتها فعلا. يعني احنا ممكن تعثرنا شهرين أو 3، وبعد كده بدأنا نلعب بكورتنا، وعشان كده كسبنا بطولة أفريقيا وكسبنا كأس السوبر الأفريقي، وعملنا مباراة الإسماعيلي 4-4. كان مباراة رائعة، وكسبنا 6-1 ضد الزمالك، وبدأت الأمور إنها
انه بدا يبقى الفريق اللي بالطريقه اللي انا عايزها. وفي الوقت ده الاهلي في الدور الثاني كان هايل. ما دام حضرتك بتكلمني على 6-1 انت عملت موقف غريب اليوم ده جدا، واللعيبه كلها استغربت، خصوصا الخصم المنافس في مصر نادي الزمالك اللي احنا بنحترمه اكيد هو وجماهيره. كسبنا 6-1 دخلنا لغرفه الملابس، كنت متضايق جدا. ازاي ما نجيبش 6 و7 و8 وازاي ما نكسبش، وكنت متضايق جدا. واحنا كلاعيبه كنا مستغربين اول مره تحصل، لان دي ما بتحصلش قدام فريق بحجم نادي الزمالك. احنا فوزنا 6-1 ولعبنا بنفس الطريقه اللي لعبنا بيها الدور الاول وخسرنا 2-1. الاستراتيجيه كانت ان احنا نهاجم، ولما نفقد الكره ان الكره تيجي نص الملعب، يعني لما الزمالك يوصل عند نص ملعبنا نضغط جدا، وما كانش في حد ساعتها في مصر كلها بيضغط، كان الاهلي فقط بس اللي بدا يبقى بيلعب بطريقه الضغط. واول لما نضغط ولعبنا ساعتها من غير مهاجمين، كان المهاجمين بيبقوا فاتحين على الاطراف جدا، رضا ابراهيم بيبو وخالد بيبو. ده بكلمك في المباراه الاولى اللي هي 2-1. لكن كنا ساعتها بندافع من عند منطقه جزاءنا. فشيكابالا في المباراه الثانيه، في مباراه 6-1 قبل المباراه ب3 ايام لو انت فاكر، قلت انا عايز اشوف دلوقتي في الواحد على واحد مين اللي هيبقى، يعني مين اللي هيبقى اللي هيخسر المواجهه دي. وقبل المباراه في غرفه الملابس سالت هل في حد هيبقى يعني خاسر في النهارده في المباراه دي، لكن احنا هنلعب بنفس الطريقه. وهم كانوا ساعتها فريق الزمالك كان بيهاجم جامد جدا وكان عنده لاعبين كتير، لكن الاثنين مدافعين كان عندهم مشكله. احنا سجلنا 3 اهداف في نص ساعه والمباراه انتهت 6-1 وكان ممكن تبقى اكتر، لكن الاستراتيجيه كانت هي عملت نفس الموقف مختلف مع الاسماعيلي. يو ميد ذا سيم سيتويشن كسبنا 6 اسماعيلي وي وين 6-0 واللعيبه وهي داخله بعد المباراه واللعيبه داخله بعد المباراه نفس الموقف، بس كان التعنيف اكبر لان المباراه اتفتحت بشكل كبير وكان عندك اصرار وعزيمه للمباراه دي، بالذات مباراه ال6 في اسماعيليه اللي يبقى فيه سكور. فحصل من مانويل جوزيه هجوم شرس على اللعيبه في اسماعيليه. يس احنا عملنا نفس الشيء مع اللي عملناه مع نادي الزمالك، الهجمه المرتده وبركات سجل 3 اهداف. ال6 دول كان ممكن يبقوا 8 أو 9 يعني، لكن الاسماعيلي السنه اللي بعدها كسبنا 4-0 و2-0 اعتقد في 8 سنوات لو انا صح. خسرنا من الاسماعيلي مره واحده في القاهره هنا 3-1 اعتقد لما كنا راجعين من اليابان، لان ساعتها كان فرق التوقيت وكنا يعني تعبانين وكده، لكن هم كان عندهم فريق كويس طبعا واستحقوا المباراه، لكن احنا خسرنا مره واحده بس من الاسماعيلي في الفتره اللي انا كنت موجود فيها. مع الزمالك لعبنا 23 مره، تعادلنا 3 وخسرنا 2 وكسبنا 18. فشيء لا يصدق يعني، ما بتحصلش يعني في مباريات في الكرة المصرية عامة في التاريخ انه الديربي ده يبقى يبقى الاتجاه تكسب 18 مرة من 23، لا ده حاجة لا تصدق يعني. والزمالك كان عندهم فرق كويسة قوي في التوقيت ده ومدربين كويسين. طيب مستر مانويل، كان معاك نجوم والناس دايما بتتكلم، البعض اللي مش عارف الكواليس اللي جوه الفرقة ازاي عشان تحط 11 في 25 جاهزين بتبقى صعبه، ومعاك نجوم عشان تاخد قرار
مين يلعب ومين ما يلعبش تبقى صعبه جدا. شخصيتك القويه من وجهه نظري، وعايز حضرتك تعلق على اللي انا بقوله، شخصيتك القويه كانت عامل مساعد، واللي انت كنت بتقول جمله مهمه انا هقولها قدام كل المشاهدين، وده كان الجميل وكان العدل للفريق، اللي نبص في السماء هنلاقي نجوم كتير، انا عايز ناس ماشيه على الارض هدفها تسعد جماهيرها، ودي كانت جملتك الشهيره مع الفريق. النقطه الاخيره عشان حضرتك ترد على كل اللي انا قلته، اللي كمان بتخرج من كل واحد ال100 وال150% من الطاقه اللي عنده، ومش اي مدرب يعرف يعمل كده. اتكلمنا كتير انه ناس كتيره من النجوم بيعملوا يعني فارق، لكن احنا الفرق بتاعنا كان الفريق، كل النجوم دي تشتغل للفريق. هي دي اهم حاجه، انه لما الناس تكتب في الصحف مانويل جوزيه عنده نجوم كتير مش هيعمل حاجه، لان في تخمه نجوم، والنجوم مش هتساعده بالشكل ده. لكن لا، النجوم دي زي ما قلت كانوا اشخاص رائعين، وابو تريكه وبركات ووائل جمعه وفلافيو وجilberto وشوقي حسام عاشور وحسام غالي، حتى حسام غالي بعد كده جه احمد فتحي وعماد النحاس وانت طبعا كتير، لكن اشخاص جيدين جدا، ناس جيدين. لما كنا بنتعاقد مع لاعب اخر بيجي اتكلم معاه اقول له، وبعد كده اقول لهم دلوقتي احنا هتنقله للاعب الجديد ده، انت مسؤول انك تنقله الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها، واللي هو ايه اللي هو لازم يعمله. لازم يتأقلم معانا ويرتب نفسه علينا، يأقلم نفسه علينا. مهم ان نبقى كلنا او اي لاعب لازم يفهم ايه مهامه وايه اللي عليه، لانه لما بييجوا يلعبونا بيقولوا ده ابو تريكه وبركات وينبهروا وبتاع، فلما يبقى معانا لازم يفهم، لازم تحطه في مكانه الصحيح، ولازم تفهمه ويبقى مدرك كل حاجه. لازم تعلموه، وده وانت واللاعبين كنتوا بتساعدوني ان احنا نعلم اللاعبين الجداد وتسهلوا الدنيا عليا، ان هم يخشوا في الفريق ويحسوا بالحب ويحسوا بكل حاجه ويفهموا الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها، والطريقه اللي احنا بنخش بيها المباريات، والطريقه اللي احنا بنلعب كوره. ف بعد 3 سنوات كانت سهل لما حد بيجي بقى لعيب جديد وكده، الدنيا سهله، انتوا كلكم كنتوا بتساعدونا ان احنا ندخل اللعيب ده وسطينا.